السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا دائما في اتم الصحة والعافية وعواشركم مبروكة. اليوم ضمن تحضيرات رمضان غادي نجدد بكم اللقاء باش نحضروا مع بعض السلو اولا الصفوف المغربي اللي كيكون اساسي في كل بيت مغربي وفي كل مائدة الافطار كتلقاه متواجد. غير هو الطريقة ديالو كتبقى كتختلف كل واحد والطريقة باش كيصايبو. واليوم قلت علاش لا ما نشاركش معكم الطريقه ديالي فيه وكيجي ألذ منه ما كاين، مقوم وعلى حدو وطريقو كيف كتشوفوا بطريقه جد سهله، يعني كيجي معلك ومرمل في نفس الوقت وكيدوب في الفم بكل ما تحمله الكلمه من معنى. وبسم الله على بركه الله ندوزو نشوفوا المكونات وطريقه التحضير. والمكونات هما كالتالي: عندي 2 كيلو ديال الدقيق اللي نكون حمرته مزيان، يعني كنحمروا الثمن ديال 2 كيلو ونص، وملي كيتغربل كيبقى 2 كيلو. انا غادي ندير العبار ديال 2 كيلو 2 كيلو 2 كيلو، كي 2 كيلو د اللوز، 2 كيلو د كاوكاو، 2 كيلو ديال الجنجلان. المهم غادي ندير العبار ديال 2 كيلو. يمكن لك تنقصي من الكميه، يعني بغيتي ديري كيلو غديري كيلو ديال الدقيق، شحال ما بغيتي ديري ديال المكسرات غديري بحالها ديال الدقيق. يعني انا دائما كيعجبني يكونوا المكسرات غالبين على الدقيق، ما كنبغيش نكثر بزاف الدقيق، ولهذا كندير دائما نفس العبار. بالنسبه للوز عندي هنايا كيلو كيبقى بالقشره ديالو، كنغسلو وكنشفو مزيان وكندهنو بواحد 2 معالق من زيت المائده وكندخلو للفران يتحمر، يعني حتى كيولي اللون ديالو من الداخل تبدل. وعندي كيلو اخر واحد نص كيلو كنفسخو، يعني كنسلقو في الماء وكنفسخو وكنقليه في الزيت وكنطحنو حتى كيرجع بخاليني بهذا الشكل هذا. والنص الاخر كنخليه للتزيين في الاخير. وبالنسبه للجنجلان حتى هو عندي 2 كيلو، غادي نغسلو مزيان وغادي نشفو وغندخلو حتى هو الفران يتحمر كامل، يعني ماشي ما يفوتلكش فيه الطياب، غير يتحمر يولي فيه ديك القرمشه. وتا هو نفس الشيء، نص كيلو غادي نحمرو مزيان وغادي نطحنو حتى يولي بخاليني، يولي بهذا الشكل هذا حتى يطلق داك الزيت ديالو. ونص كيلو غادي نخليه في الاخر للتزيين، وكيلو اللي بقى غادي نهرمشوه. وكاوكاو من الاحسن خذوا اللي مقشر، غادي حتى هو يتغسل مزيان يتنشف يتدهن وغادي يدخل يتحمر في الفران. يتدهن 2 معالق ديال الزيت المائده وكنخليوه يتحمر مزيان. نص كيلو كنطحنوه بهذا الشكل هذا في الهشوار حتى كيولي لنا بخالين، يعني كيخرج لينا داك الليدام ديالو كيولي بحال الشكل ديال املو. المهم غادي نطحنوه مزيان حتى يطلق لنا داك الليدام ديالو. ونص كيلو ونص عفوا اللي غادي تبقى غادي نهرمشوها، والتحمار ديالو يبقى هكا مذهب، ما يفوتلكش في الطياب حيت غيطلق لك المروره في السلو. عندي 3 ديال الحبات ديال المسكه الحره، طحنتهم مع واحد المعلقه ديال السكر سنيده، طحنتهم وغربلتهم. ضروري اي مكون من هاد المكونات ديال النافع، حبه حلاوه، القرفه، ضروري خصهم يدوزوا في الغربال الرقيق. وعندي هنايا النافع غادي نحتاج منه 3 ديال المعالق كبار يكونوا عامرين، يعني مملوئين جيدا. وعندي 3 ديال المعالق كبار عامرين حتى هما ديال القرفه، و3 ديال المعالق ديال حبه حلاوه. وعندي كيلو ديال السكر كلاصي، يعني الذوق كيبقى بطبيعه الحال على حساب الرغبه ديالكم، تقدروا تنقصوا تقدروا تزيدوا، ولكن كيلو راه كيجي مع هذا العبار ديالي هو هذاك، يعني ما كيجيش حلو وما كيجيش في نفس الوقت ما كيجيش مسوس. كيف ما كتشوفوا انا هرمشت كلشي. هذا اللوز هرمشته يعني بهذه الطريقه، هذا ما طحنتوش حتى ولا بودر، يعني غير هرمشته تهرميشه رقيقه. والجنجلان حتى هو هرمشته بهذه الطريقه هذه كيف ما كتشوفوا. كلهم يتهرمشوا بنفس الطريقه، كاوكاو اللوز والجنجلان ما يكونوش مطحونين حتى يوليو بودر. وعندي نص كيلو ديال الزنجلان خليته بوحدو باش في الاخر نديرو باش يبقى باين، يعني ما يبقاش مطحون بزاف. والدقيق باش تعرفوه بانه طايب وعطيكم داك اللون اللي بغيتو نتوما، غادي ديروا واحد المعلقه ديال الدقيق غتهزوها وتكبوا عليها شويه ديال الزيت بهذه الطريقه، وغادي يعطيكم اللون اللي بغيتو نتوما. باش تعرفوه راه يعني الدقيق ديالكم ما هو طايب بزاف محروق، ما هو راه بقى بيض يعني ما طايبش، خصو يجيكم بهكذا باش يكون عندكم السلو ديالكم ناجح. وحتى الدقيق ديالكم تعرفوه بانه تحمر مزيان، خاصو يكون بنفس اللون اللي موضحه في الصوره. وبسم الله على بركه الله ندوزو باش نخلطوه. كيف ما كتشوفوا القصريه ما غاديش تقدني، ولهذا غادي نجيب واحد البانيو بحال هكذا، البانيو صغير باش هو اللي غادي يجمع ليا كلشي. اول حاجه غادي نفرغ الدقيق، زيد الجنجلان،
اللوز، وغادي نزيد الجنجلان اللي خليته ما مطحونش، وغنفرغ مسكر حره مع السكر والمعالق اللي قلت لكم ديال النعناع، حبه حلاوه والقرفه. غادي نديرو ثلاثة يكونوا عامرين مزيان. وللاشاره راه ضفت واحد المعلقه صغيره ديال الملح وطحنتها مع حبه حلاوه وغربلتهم مزيان. يعني ضروري انكم ديروا معلقه صغيره ديال الملح، ما تكونش عامره باش تعادل لكم الذوق وما يكونش عندكم الحلاوه غالبه. حطينا المكونات النواشف كلهم، وغادي نزيد الجنجلان اللي مطحونين بهذا الشكل هذا. ملي كنطحنوهم حتى كيرخيو الزيت ديالهم، يعني ما كنحتاجوش بزاف ديال الزيت باش نجمعوا سلو، ما كنحتاجوش، يعني كيكون عندنا سلو ميدم. يعني كنديروا غير الزبده نوازيت وكاس حتى لجوج كيسان ديال الزيت ديال ما بين زيت الزيتون وزيت ديال اللوز فاش قليتو اللوز. يعني ما كياخذ لكمش الزيت بزاف. فمن الاحسن تطحنوهم بحال هكذا. والا ما كانتش عندكم الهشوار اللي كتطلق لكم هكذا الزيت، ممكن انكم تصيفطوهم للعطاره، راه كيطحنوهم حتى كيوليو بحال هكذا. تكملوا سلو ديالكم بنفس الطريقه. وغادي نزيد الكيلو ديال السكر كلاصي حتى هو يكون مغربل مزيان. ومن الاحسن خذوا نوعيه جيده اللي كيكون سبيسيال. غادي نخلط هاد النواشف مع بعضياتهم. ضروري خاصو يتخدم مزيان باش هذاك اللوز والجنجلان وكاوكاو اللي كيكون معلك كيدخل في النواشف الاخرين. هو خاصو يتخدم مزيان باليد، يعني خاصو يتعلك مزيان. وإلا كانت عندكم العجانه، يعني كاين اللي عنده العجانه الماكينه ديال العجينه، كاين اللي ما عندوش. الا عندك راه من الاحسن، راه كتساعدك بزاف، يعني كتساعدك في التدليك ديالو مخير. وإلا ما عندكش راه غادي تحاولي تدلكيه بيدك مزيان حتى كينسجموا جميع المكونات. عندي اللوز اللي خليته للزين حتى هو ضفتو، وغادي نضيف كاوكاو باقي ما ضفتوش حتى هو، راه هرمشتو، راه باين في الصوره هرمشتو بهذه الطريقه هذه. تهرميشه غير رقيقه، ما هو مطحون نيشان، ما هو بقى يعني صاين. غادي نزيد واحد الكوزه، ما غاديش نديرها كامله، غادي نخلي واحد شويه منها، يعني تقريبا درت وحده قل ربع. غنطحنها مزيان كيف ما كتشوفوا، يعني خليت منها واحد شويه. ودابا غنضيفوا السوائل. غادي نحتاج واحد الكاس مملوء جيدا من الزيت اللي قليت فيه اللوز. ضروري تكون الزيت مطبوخه مزيان. الا ما قليتيش فيه اللوز مثلا، دخلتي اللوز ديالك كامل للفران، فضروري الزيت اللي غادي تخلطي به انه يكون مغلي مزيان، يعني طايب مزيان باش ما يضركش. عندي الزبده نوازيت، تكون من الاحسن تكون من اصل حيواني. نخليوها الطبخ حتى كتمشي من هذيك الزبده كامله. يعني انا درت المجموع نص كيلو، ملي طبخات هادشي اللي بقى ليا خلات ليا الزبده كاس ونص. غادي نخلط هاد السوائل مع النواشف. المهم غادي نخلط السلو ديالي كامل. غادي في الاخير غادي نزيد نحتاج واحد الكاس ديال الزيت ديال اللوز. يعني المجموع غادي نكون احتاجيت 2 كيسان ديال الزيت المائده، يعني اللي قليت فيهم اللوز. وغادي نحتاج كاس ونص ديال الزبده المذابه، يعني كتكون عندي مطبوخه مزيان كيف ما قلت لكم حتى كتولي زبده نوازيت. صافي دابا من بعد ما جمعنا المكونات مزيان، دابا غنحاولوا نعلكوا، يعني نخدموا مزيان حتى ينسجموا جميع المكونات مع بعضياتهم. وغادي نخدموا مزيان، ومن بعد غادي نرجعوا باش نشوفوا الشكل النهائي. وكيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال سلو اللي وجدنا مع بعضياتنا، اولا السفوف اولا الزميطه، كل واحد وشنو كيقول ليه. راه كيجي من اروع ما يكون، صحي 100%، ما فيش قوه الزيوت بزاف. بالنسبه للسهوله راه اسهل منه ما كاين. لكل وحده مبتدئه في سلو تبع هذه الطريقه هذا وترد عليا الخبر، راه كيجي من اروع ما يكون، غادي يحمر لك وجهك بالفعل.
فكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر ان شاء الله، دائما مع تحضيرات رمضان. وما تنسونيش بالتشجيعات ديالكم. بارك الله فيكم. مع السلامه.